بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بجد ترحيب بكم على قناة أبرار التعليمية. والنهاردة هناخد صفحة من دفتر الأستاذ، وكمان هنعمل ميزان مراجعة ونشوف المطلوب عندك في التمرين ايه، وبعرف ان هو ميزان مراجعة ازاي وبعرف اتحرك ازاي. اول حاجة انا خدت حساب كاش حطيته في طرفين. الناحية الشمال عندي مكتوب دي ار ناحية مدينة، والناحية اليمين عندي هنا سي ار ناحية دائنة، والديت والديسكريبشن والاماونت المبلغ والديت والديسكريبشن والاماونت. اول حاجه تو كابيتال وتو سيلز، الناحيه بحط ايدي على حساب الكاش، واللي بعديها بكتبها في الناحيه التانية الناحيه المدينه، وبعكسهم. المدين هيبقى داين وداين هيبقى مدين. ايه مثل الكلام ده؟ انا هقول لك بعمل ايه بالظبط، ثانيه واحده وهكمل لك انا بعمل ايه بالظبط. ببتدي اخبي الحساب اللي انا محتاجاه، بخبيه خالص اهو. انا هقول لك هتعمل بيه ازاي اهو. احط ايدي على اخبي ايدي على الحساب اللي انا عايزاه. تمام. بشوف بقى تو كابيتال راحه بكام. تو كابيتال احطها في الناحيه اليسار اهي. لو عندي الحساب اللي انا عايزاه مدين، اللي هو الكاش مدين، الداين بحطه في الجانب الشمال. الداين بحطه في الجانب الشمال. طب تعالى بقى حضرتك، لو كان اهو، لو كان الكاش داين اهو، باي برشيزز تو كاش اهو، ده الجانب بتاعي ده داين، يبقى باي برشيزز تتحط في الناحية اليمين، وهكذا. يبقى لو الحساب بتاعي، نقول تاني، لو الحساب بتاعي الداين، يعني مثلا تو كاش اهو، الحساب بتاعي ده داين، باي تو يعني داين، موجودة في الناحية الداينة. تمام. الناحية الداينة عندي هنا، الدائنة سوري، الناحية الدائنة هنيجي مثلا باي كريم. باي كريم ده تتحط في الناحية الطرف اليمين. تمام. علشان هي الكاش الخزينة هنا دائنة، يبقى لو فوقيها بتروح في المدين عشان اعرف اقراه. طيب نقول تاني، مثال تاني، باي فرنيتشر تو كاش، احط ايدي على الكاش. كاش هنا مدين ولا داين؟ كاش هنا داين اهو. طب المدين بتاعي احطه فين؟ احطه في الجانب اليمين، وهكذا. تمام. نفس الحكايه باي رنت تو كاش، احط ايدي على الكاش اهو. تمام. اغميها اغطيها، يبقى باي رنت في الناحيه اليمين. ونكمل مع بعض زي ما قلت لك. يبقى تو كابيتال تو سيلز، 30,000 وادي 1000، يبقى 31,000. وبكتب طبعا التواريخ التي حدثت فيها العملية. وزي ما قلت لك اهو، في الناحية دي الناحية اليمين ودي الناحية اليسار. باي كريم، باي purchases، باي فرنيتشر، باي رنت. طبعا هجمع دول مش هيطلعوا قد دول ابدا. تمام. لازم هيبقى في فرق. طبعا انا مش هكتب الفرق ده، هاخد الفلوس دي، تمام، التجميع دي، واطرحه من 31,000، هيديني الفرق 23,500. لازم الطرف ده بيساوي الطرف ده. اجيب ال23 الناحية التانية. خلاص بالانس، رصيد منقول. يبقى هنا محطوط البالانس ده، رصيد سي دي يعني رصيد مرحل، انقله الناحية التانية اسمه رصيد منقول. بي دي يعني رصيد منقول. هناخد بقى مثال المراجعة التالي ده. The following balance appears، الحسابات on كريم's book، في دفاتر الأخ كريم الأستاذ كريم، في ديسمبر، في 31 ديسمبر 2022. المطلوب من حضرتك required find out the same of capital، وحضرتك المطلوب التاني the trial balance الموجود. عايزين الكابيتال الفلوس. طبعا حضرتك ده متمم حسابي the same، يعني حضرتك تجيب قيمة رأس المال مش موجودة عندي في التمرين، حضرتك هتجيبه مكمل حسابي او متمم حسابي. ذا ترايل بالانس ات ديسمبر. ناخد بقى الحسابات بالترتيب. اول حاجة كاش، خد من اول التمرين اهو، كلمة required او ميك اوت او بريبير، التلاتة بمعنى واحد، معناها كلمة المطلوب. بريبير يعني اعد، ميك اوت يعني صور. يبقى كاش ب5,000 اهي، الفرنيتشر ب4,000، البنك 6,000، ديبيتورز يعني مدينون، كريدت دورز طبعا مش هحطهم
احطهم تحت بعض، مفيش مشاكل، رسوم من تحت بعض، وابتدي اجمع الحسابات المدينه مدينه والحسابات الدائنه دائنه. يبقى ديبيتورز ب 8000 ما تحطش بعديها كريديتورز. كريديتورز يعني دائنون، ودائنون دول دائن، ما ينفعش تحطهم هما الاثنين ورا بعض. بيلز ريسيفابل يعني اوراق قبض. بيلز بيبل اوراق دفع، ما ينفعش الاثنين تحطهم ورا بعض. اوراق قبض مدينه، اوراق دفع دائنه. بيرشيزز مشتريات. سيلز مبيعات. سيلز ريتيرن مردودات مبيعات. مردودات مبيعات دي مدينه. بيرشيزز ريتيرز مردودات مشتريات دائنه. ديسكاونت الاود خصم مسموح به. ديسكاونت فين؟ ديسكاونت ريسيفد خصم مكتسب. طبعا الكلمة اللي بعديها دي اعلان طبعا. واجور ومسحوبات والرنت الايجار والجنرال اكسبنسز مصروفات عامة. حضرتك هنعمله ايه بقى هنا؟ هنجمعه الناحية المدينة اهي، جمعناها طلعت 73,000، ونجمع الناحية الدائنة طبعا في فرق عندي طلعت 53,000، يبقى اطرح ده من ده هيديني الكابيتال راس المال وطلع عندي 20,000 جنيه. ده كان شرح درس بسيط قوي في دفتر الاستاذ، وشرحت الترايل بالانس اللي هو ميزان المراجعه، وقلت لك بتعمل ازاي. الحاجات المدينه حطوها في المدينه، والحاجات الدائنه في الدائنه. تمام. وهنزل لك ان شاء الله شكل لميزان المراجعه، الحاجات اللي بتتحط في المدينه والدائنه عشان ما تتوهش، وما تخافش خالص من البيزنس، شو مش صعب. وهو مش انجليزي، وانا مش بديك كورس لغه. تمام. ومش بظبط لك الحروف والمخارج والحاجات دي، لا، في ناس متخصصين افضل مني بكتير هيفيدوك قوي في الكورس. بعرف ان التمرين مطلوب مني ايه من كلمه ريكوايرد. بتعرف الدنيا ماشيه ازاي. وده حضرتك شرحت لك الدفتر اليوميه، وشرحت لك الاستاذ اهو كيفيه عمله، وبعمله في كل حساب. تمام. وشرحت لك ميزان المراجعه، واديتك تمارين. طبعا كنت سعيده قوي في وجودي معاكم. ما ننساش تفعيل الجرس والاشتراك مع القناه ودعم القناه بالفيديو باللايك والشير. اشوفكم على خير في شرح ماده جديده من مواد فيديوهات قناه ابرار التعليميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.